ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن الصوم. يعني ايه بقى كلمة صوم؟ كلمة صوم في القاموس هي الإمساك. لا يا عم مش ده طبعا، لكن معناها الإمساك أو الامتناع عن فعل معين. يعني صوم عن الأكل. يعني ما اكلش خالص؟ لا مش كده. يعني هي فترة امتناع عن الأكل وبعدها أكل بسيط. يعني كده. يعني الصوم صوم عن الأكل بس؟ لا، الصوم مش صوم أكل بس، الصوم صوم عن فعل الخطية. يعني إيه خطية؟ الخطية هي أي حاجة ممكن أعملها ما تلقش عليا كابن لربنا. الصوم في المسيحية صوم اختياري مش إجباري، ويكون بدافع محبة ربنا وحرية الإرادة، لكن المهم إنه يكون بدون رياء ومظاهر تقوى قدام الناس. وزي ما بيقول الكتاب: وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. يبقى المعنى الحقيقي للصوم هو البعد عن الخطية، ضبط اللسان، امساك الغضب، ظهر الشهوات زي السجاير، أكل كتير، مخدرات، خمور، شهوة جنسية، وإدمان التلفزيون والنت والسوشيال ميديا وغيرها. صوم الدرجة الأولى، يعني مفيش لحوم، مفيش فراخ، مفيش أسماك، مفيش لبن. مفيش داعي يا عم اسمعني بس. يعني كلها نباتات وبقوليات، عدس، فول، خضار. طب الصوم ده زي صوم ايه؟ صوم الأربع والجمعة، صوم يونان، الصوم الكبير، برامون الميلاد والغطاس. الدرجة التانية، الأصوام دي زي ايه؟ صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم العذراء. سمع حد بيسألني ويقول لي ليه بناكل سمك في بعض الأصوام؟ لأن الصوم في الكنيسة هو صوم عن اللحوم وعن أي أكل من مصدر حيواني، وبيبقى الأكل نباتي بس. لكن مع كثرة الأصوام في الكنيسة القبطية اللي بيوصلوا لحوالي 200 يوم في السنة، فسمحت الكنيسة إن احنا ناكل سمك في بعض الأصوام، وده للتخفيف عن المؤمنين وعلشان نفتكر دايما معجزة الخمس خبزات والسمكتين، ولأن كلمة سمكة باليوناني يعني إخثوس، اللي بتكون الحروف الأولى من جملة إيسوس خريستوس ثيويوس سوتير، يعني يسوع المسيح ابن الله المخلص. واستخدمها المسيحيين رمز للمسيحية في القرون الأولى أيام الاضطهاد، ولأنها رمز للحياة. سمع حد تاني بيقول إن الصوم حاجة جديدة لنجة علينا. أحب أقول له لأ، تعالوا نرجع مع بعض للعهد القديم، هنلاقي إن من زمان قوي داوود صام بالزيت، حسقيال صام وفطر عن القمح، دانيال صام عن اللحوم وشرب الخمر. وفي العهد الجديد صام المسيح 40 يوم وليلة. صام بولس الرسول في وقت الخطر وفي أثناء رحلته لروما، وقال في أتعاب، في أسهار، في أصوات. طب ليه نصوم؟ لأن بالصوم بنرجع لطبيعة الإنسان الأولى قبل السقوط، واللي كان بيحيا فيها مع الله. ولأن السيد المسيح نفسه أوصانا بالصوم وقال: ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنكم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وفي الصوم بنقهر الشيطان، ولأن الصوم هو أحد الفضائل اللي بيها بنعبر عن حبنا لربنا. آخر حاجة، الصوم طائر، عشان يطلع لفوق لازم يرفرف بجناحين: الصلاة والصدقة. سلام.